السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مانياس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير كيك اقتصادي عائلي تيجي اكثر من رائع، تيجي زوين بزاف، رطب وهش، والطريقة سهلة وبسيطة ومقادير اقتصادية. بقاو مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنايا خديت واحد الاناء، درت فيه جوج ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، ضروري يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نزيدو عليه واحد الساشي ديال الفاني. غادي نزيدو كذلك 130 غرام ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وزيدوا واحد الرشه ديال الملح، انا نسيت هنايا ما صورتهاش. من بعد طربوا مزيان بالطراب الكهربائي حتى تنتحصلوا على القوام بهذا الشكل هذا، على شكل كريمي. تقدروا كذلك تستعملوا الطراب اليدوي، ولكن ضروري تطربوها مزيان بهذا الشكل باش تجيكم زوينه وخفيفه وكذلك مجعبه من الداخل. من بعد غادي نزيدو هنايا واحد 120 مليلتر ديال زيت المائده، وغادي نعاودو نطربو مزيان هاد العناصر. وحنا تنطربو تنزيدو داك الزيت غير شويه بشويه، ما تزيدوش دفعه واحده وانتم تطربوا. صافي. من بعد غادي نزيدو واحد 150 مليلتر ديال الماء يكون دافئ، ضروري يكون دافئ. كما قلت لكم الماء ضروري يكون دافئ. صافي غادي نطربو مزيان بهذا الشكل. من بعد غادي نزيدو 250 غرام ديال الدقيق الابيض اللي غربلته من قبل. غادي نزيدو نصف الكميه وغادي نطربو حتى تيتخلط لينا مع باقي المقادير. تقدروا تطربوا بالطراب الكهربائي او الطراب اليدوي اللي بغيتو نتوما. انا هنا بديت بالطراب الكهربائي، غادي نكمل يعني به التخلاط. من بعد زدت نصف الكميه ديال الدقيق، غادي نزيد عليه واحد 16 غرام ديال خميره الحلويات او البيكين باودر. انا هنا غربلتها على وداش فيها حبيبات باش تجينا سهله، يعني تخلط لينا مع الكيك وتخمر لنا الكيك مزيان. الا شفتوا فيها حبيبات ضروري تغربلوها. من بعد غادي نزيدو معلقه كبيره ديال النشا او المايزينا اللي تتعطي واحد الهشاشه لهذا الكيك وتيجي خفيف. غادي نخلطوا هاد العناصر مره اخرى حتى ينسجموا لينا مزيان. مره جمعوا الجوانب ديال الاناء اللي نتوما تتخلطوا فيه الكيك باش يتحيد داك الدقيق من الجوانب. في الاخير غادي نزيدوا القشره ديال نصف حامضه وكذلك العصير ديال نصف حامضه باش تيبقى يعني داك الريحه ديال داك الحامض في هذا الكيك هذا. تتعطي واحد اللذه زوينه وتيجي يعني فيه المذاق زوين ديال الليمون ومنعش كذلك. صافي غادي نطربوا مزيان حتى يتخلط لنا هاد القشور ديال الحامض مع الكيك والحامض. صافي. من بعد غادي ندوزو باش غادي نديروهم في واحد المول اللي القطر ديالو 24 على 30 سنتيمتر. درت فيه الورق ديال الفرن ودهنته بشويه ديال الزيت ديال المائده. من بعد غادي ندير فيه هذا الخليط ديال الكيك. بالنسبه هذا المول هذا راه الحجم ديالو عائلي. صافي. هنايا غادي نخبطوا شويه هذا المول حتى يخرج داك الهواء اللي فيه، وغادي ندخلوه للفرن على درجه حراره 170 درجه لمده 20 حتى ل 30 دقيقه على حسب الفرن اللي تتوفروا عليه. فاش دوز واحد 15 دقيقه طلعوا عليه. الا شفتوه طاب طفيو عليه من الاسفل وشعلوا عليه الفوق باش يتحمر، وغادي نجبدوه وغادي نخليوه حتى تيبرد. وضروري ديروه في الوسط ديال الفرن باش يطيب على خاطره، والنار تكون يعني احترموا التوقيت واحترموا كذلك 170 درجه، ما تفوتوهاش، ما تكثروش النار بزاف. صافي. هنا خليته حتى برد، دهنته بالمربى ديال المشميش. تقدروا كذلك تدهنوه بالعسل ورشيته من الفوق بشويه ديال الكوك مطحون. تيبقى لكم الاختيار في التزيين، تقدروا ديروا كذلك الرقائق ديال اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش اللي بغيتو نتوما. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كما شفتوا كيك كبير عائلي اقتصادي، المقادير يعني اقتصاديه، موجوده في كل بيت، تيجي لذيذ وهشيش ورطب. الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعتها من الداخل. كما شفتوا تتجي مجعبه وتتجي هشيشه وخفيفه وكذلك بحجم عائلي واقتصاديه. تقدروا ديروا يعني هاد الكيكه هذه بالنسبه لكم نتوما على حساب افراد العائله. الا كنتو كتار تقدروا ديروا جوج ديال الصينيات ديال الكيك. ودابا غادي نحاول نوريها لكم عن قرب باش تشوفوا كيفاش تتجي. راه تتجي هشيشه وتجي زوينه بزاف. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. وهذا هو الشكل ديالها عن قرب. كما شفتوا تتجي رطبه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك الا عجبتكم الوصفه، واشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات.
ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليتكم في امان الله وحفظه.